سر نجاح أي بيزنس في الفيديو ده. تفتكر ليه أكتر واحد بيشتغل هو أقل واحد بيكسب؟ الفكرة هنا في الزاوية اللي أنت بتبص منها. يعني لما نيجي نبني عمارة، صنايعي السيراميك بيبص لها كشغلانة هياخد منها 5 قروش، والمقاول بيبص لها كشغلانة هياخد منها 100 قرش. بس عشان صنايعي السيراميك يكسب ال5 قروش مش بيبص غير على الحتة اللي هو فيها بس المقاول شايف الصورة الأكبر، فعرف يكسب منها حوالي 100 قرش. أما بقى شركة التطوير العقاري اللي مالكة العمارة دي بتكسب مليون قرش علشان هي شافت الصورة الكاملة، شافت العمارة من الناحية الفنية ومن الناحية التجارية ومن ناحية العملاء ومن ناحية السوق. لو ركزت على المجهود هتلاقي إن صنايع السيراميك هو أقل واحد بيكسب وأكتر واحد بيعمل مجهود، لكن لو جيت بصيت على صاحب شركة التطوير العقاري هو أكتر واحد بيعمل فلوس وأقل واحد بيعمل مجهود، علشان هو اشتغل بذكاء وقرر إن هو يشوف الصورة الكاملة. عشان كده أنا هعلمك في الفيديو ده ازاي تشوف الصورة الكاملة في البيزنس بتاعك او البيزنس اللي انت شغال فيه. الفيديو ده مش مجرد شرح نظري، ده كورس عملي مصغر هتطلع منه شايف مشروعك او شركتك بنظرة جديدة تماما. كل كلمة بتتقال في الفيديو ده هتلاقوا ليها مصدر علمي، وهسيب لكم المصادر دي في الوصف. انا محمد مرعي، بزنس ديفلوبر، واحنا هنتعلم النهارده مع بعض الايكو سيستم مابينج. يلا بقى نبدا ونعرف يعني ايه ايكو سيستم مابينج. الايكو سيستم مابينج يعني البيئه الكامله اللي بتشمل اي حد له علاقه مباشره وغير مباشره مع البيزنس بتاعك، زي مثلا الموردين او العملاء او المنافسين او الشركاء وغيرهم كتير. طيب تعالوا نتخيل ان البيزنس بتاعنا عباره عن شجره في غابه، حوالين الشجره دي في شجر تاني كتير حواليها، ودول بيمثلوا المنافسين. والشجره دي مزروعه في تربه اللي هي الارض، والارض دي بتمثل السوق. بس خلينا فاكرين ان الارض دي فيها شجر كتير غيرنا، وعشان الشجره تعيش عاوزه ميه، الميه دي بتمثل العملاء، وكمان عاوزه شمس، والشمس دي بتمثل لنا التسويق، وكمان في حيوانات بتهاجم الشجره ودي بتمثل التهديدات. وعشان الشجره تكبر محتاجه تتغذى من كل حاجه حواليها وتتفادى التهديدات. طب وعشان الشجره دي تتغذى وتتفادى التهديدات لازم تبقى شايفه الصوره الكامله اللي بتوضح الخريطه بتاعه الغابه. والايكو سيستم مابنج هنا هو الخريطه اللي بتفهمك الغابه كلها. بعد ما فهمنا يعني ايه ايكو سيستم مابنج هنبدا نرسم الايكو سيستم بتاعنا. وهدف الخطوه دي ان احنا نبدا نشوف الوضع الحالي او وضعنا في السوق عامل ازاي، وبعد كده بنبدا نحلل الماب. وهدفنا في الخطوه دي ان احنا نبدا نكتشف الفرص ونشوف لو في اي تحديات قدامنا محتاجه ان احنا نتدخل ونحلها بنعمل كده. وتالت خطوة معانا بنبدأ نبني الشراكات بتاعتنا وبنرسم شكل العلاقات، وهدفنا إن احنا نحول التحليل ده لخطوات تنفيذ فعلي. وبعد كده بنبدأ نحدث الخريطة بشكل دوري علشان لو دخل أي منافس جديد أو ظهر أي حاجة جديدة في السوق نبدأ نحطها في الخريطة بتاعتنا. وخامس حاجة معانا إن احنا بنبدأ نستخدم الخريطة أو الإيكو سيستم اللي احنا عملناه ده علشان نبدأ نشوف لو هناخد مثلا قرارات معينة، زي إن احنا نتوسع أو إن احنا ندخل سوق جديد أو إن احنا نعمل منتج جديد أو أيا كان. تعالوا بقى نبدأ أول خطوة ونرسم الإيكو سيستم مابينج. بس عشان نرسمها إحنا محتاجين الأول نجمع ونحدد شوية معلومات عن شركتنا، وإحنا هنطبق مثال عملي على شركة من السوق المصري وهي شركة تشطيبات متكاملة. وبعد كده هنبدأ نطبق على أي نشاط فردي زي مثلا فوتوغرافر أو حد شغال فريلانس. وزي ما قلنا احنا محتاجين نجمع شوية معلومات عن الشركة اللي احنا هنبدأ نشتغل عليها. احنا عندنا مثلا شركة اسمها المهندسين. الشركة دي بتقدم خدمات التشطيب المتكاملة بالفرش، وكمان خدمات ال 3D ديزاين، وأعمال بقى كهرباء، سباكة، نجارة، دهانات، جبسن بورد، سيراميك، تكييف. يعني شغالة في كل أعمال التشطيب. والعملاء المستهدفين بتاعها هم أفراد بي تو سي، يعني بتقدم خدماتها من بيزنس تو كونسيومر، يعني هي بتقدم خدماتها للمستهلك النهائي، زي مثلا الشباب اللي قاعدين في مصر وكمان المغتربين في الخارج، وكمان لأصحاب المحلات والمكاتب التجارية، وكمان بتقدم خدماتها لشركات التطوير العقاري. طيب هي شغالة فين؟ شغالة في القاهرة الكبرى. طيب يعني ايه بقى منهجية الشركة كاستمر سنتريك؟ احنا عندنا حاجة في تحليل البيزنس بنسميها كاستمر سنترستي ابروتش. يعني ايه؟ يعني منهجية التركيز بتاعت الشركة. هي الشركة دي بتركز على المنتج ولا بتركز على العميل؟ بمعنى احنا عندنا مثلا دلوقتي شركة تشطيبات، هو احنا بنجيب منتج جاهز ونبيعه للعميل، ولا احنا الاول بنشوف طلبات العميل وبعد كده نبدا ننفذ له اللي هو عايزه؟ احنا الاول بنجيب العميل ونشوف طلباته وبعد كده نبدا نشتغل. يبقى احنا كده كاستمر سنتريك، يعني منهجيتنا بتعتمد ان العميل بيجي الاول وبعد كده نبدا نعمل له المنتج اللي هو عايزه او نعمل له الخدمه اللي هو عايزها. لكن مثلا لو احنا شركه اجهزه منزليه يبقى احنا برودكت سنتريك. ليه؟ لان احنا بنجيب المنتج الاول وبعد كده بنبدا ندور على عميل يشتري المنتج اللي هو موجود بالفعل عندنا. طيب احنا كده فهمنا شويه عن طبيعه الشركه وعن طبيعه الخدمات اللي احنا بنقدمها. تعالوا بقى بعد كده نبدأ نحدد أطراف الإيكو سيستم واحدة واحدة. أول حاجة، مين الموردين الأساسيين
اللي انا بتعامل معاهم. يعني انا دلوقتي عشان اشتغل انا محتاج ايه؟ محتاج مواد خام اشتغل بيها. يبقى ابدا اسال نفسي هنا اول حاجه مين الموردين الاساسيين اللي انا بتعامل معاهم؟ هقول والله انا محتاج موردين لمواد تاسيس وتشطيب، ودول اللي انا بجيب منهم المواد الخام اللي انا هبدا اشتغل بيها واركبها عند العملاء. وكمان بحتاج موردين لكل الاجهزه المنزليه وللمراتب وللمفروشات. وكمان ببدا اعمل شراكات او ابدا اتعاقد مع الورش اللي بتصنع اساس والورش اللي بتصنع مطابخ. طيب كمان اسال نفسي سؤال، مين الشركاء اللي عندي؟ يعني ايه؟ يعني انا عشان اعمل شغل لعميل معين هل انا محتاج حد من بره يجي ينفذ لي بند معين؟ اكيد احنا عندنا شركات التشطيبات نادرا لما تلاقي شركه عندها الفنيين او الصنايعيه بتوعها، فانا بحتاج اعمل شراكات مع مقاولين بقى للكهرباء وللسباكه وللنجاره وللدهانات ولكل البنود اللي عندي. طيب كمان من انواع الشراكات ان انا بحتاج حد يجيب لي شغل، فانا بحتاج مثلا اعمل شراكه مع مكتب تسويق عقاري يشتغل معايا بنظام الافيليت ماركتنج. وكمان بحتاج مثلا شركه تسويق علشان تبدا تسوق لي الشغل بتاعي علشان يجي لي عملاء جداد. وبعد كده اسال نفسي هو انا بسوق للشركه ازاي او احنا بنسوق للشركه ازاي؟ اول حاجه عن طريق السوشيال ميديا، تاني حاجه عن طريق العلاقات الشخصيه، ان انا اعرف حد عايز يشطب فخلاص بجيبه يشطب. إيه مش عارف ابن خالتي جاب ابن عمته عشان يشطب عندي وهكذا. طيب هل في جهات حكوميه او تنظيميه لها علاقه بالنشاط بتاعي؟ اكيد انا بحتاج اطلع تراخيص، بحتاج اطلع تراخيص كمان من المحليات، بحتاج اتعامل مع الغرف التجاريه والضرايب وكل الجهات الحكوميه. فدول برضو عندنا من اطراف الايكو سيستم. وكمان لازم ابص على المنافسين سواء مباشرين او غير مباشرين. مباشرين يعني اللي هم شغالين في نفس مجالي، زي مثلا الخمس شركات اللي انا حاططهم. الغير مباشرين زي مين؟ زي مهندس مثلا شغال فريلانس، الورش اللي شغاله في الاساس والمطابخ، هم مش منافسين مباشرين ليا، بس انا بقدم الخدمه بتاعتهم وهم برضو بيقدموها. طيب كمان المقاولين اللي هم مش متخصصين في التشطيبات دول برضو يعتبر منافسين ليا. المطورين العقاريين ساعات بيشطبوا لنفسهم فبرضو هم منافسين غير مباشرين. وبعد كده اخر المنافس معانا هو العميل نفسه. ازاي؟ العميل ساعات بيقرر يشطب لنفسه بالتعامل مباشر مع الصنايعيه وهو بيتابعهم، فده بيعمل نفس الحاجه اللي انا بعملها، فبرضه يعتبر منافس بس غير مباشر. تعالوا بقى نطلع الأطراف اللي بنتعامل معاها وبعد كده نبدأ نقسمهم لفئات ونرسم الإيكو سيستم بتاعنا. احنا في الخطوة دي بقى احنا هنبدأ نطلع كل الأطراف اللي احنا بنتعامل معاها ونبدأ نرسمهم في ايكو سيستم علشان نبقى شايفين الصورة كاملة حوالينا. احنا عندنا أول طرف في الايكو سيستم هم العملاء، أفراد أو أصحاب مكاتب أو محلات أو شركات تطوير عقاري. وتاني طرف معانا هم الموردين، سواء بقى موردين مواد تأسيس وتشطيب أو موردين أجهزة منزلية أو موردين مراتب ومفروشات أو ورش اللي هي بتصنع الأساس أو بتصنع المطابخ. وتالت طرف معانا في الايكو سيستم هم الشركاء، شركاء زي المقاولين اللي بيعملوا لنا الشغل بتاعنا او مكاتب التسويق اللي بيجيبوا لنا الشغل او شركه التسويق اللي ماسكه لنا الشغل بتاعنا. ورابع طرف معانا قنوات التسويق سواء بقى السوشيال ميديا او العلاقات الشخصيه، دي برضو بنحطها من ضمن خريطه الايكو سيستم. وبعد كده معانا الجهات الحكوميه والتنظيميه سواء بقى محليات او غرف تجاريه او تراخيص وتصاريح. وبعد كده معانا المنافسين المباشرين بنبدا برضو نحطهم في الايكو سيستم بتاعنا. وبعد كده معانا المنافسين الغير مباشرين برضو بنضيفهم في خريطه الايكو سيستم بتاعنا. بعد ما طلعنا كل الاطراف اللي في الايكو سيستم او كل الاطراف اللي لها علاقه بالبيزنس او الصناعه بتاعتنا بنبدا نحطهم في دوائر زي ما انتم شايفين او نرسمهم باي شكل. المهم ان الشكل ده يكون مجمع كل الاطراف في صفحه واحده. انت ممكن على فكره تعملها في شيت اكسل، ممكن تعملها على ورقه، ممكن تعملها في دوائر زي ما انا عاملها، ممكن تعملها في مربعات. اعملها في اي حاجه، هو الرسمه نفسها مش الهدف. هو الهدف اصلا ان احنا نكون لمين كل العناصر بتاعه الايكو سيستم او كل اطراف الايكو سيستم في مكان واحد. وبعد ما رسمنا الايكو سيستم مابنج تعالوا بقى نحللها ونشوف مين اكتر طرف انت معتمد عليه. هل في جهة معينة بتستفاد منك وانت مش بتستفاد منها؟ هل في علاقات موجودة معايا بس انا ما بستغلهاش؟ وهل موجود اي قناة تسويق ضعيفة احنا ممكن نطورها؟ طيب انا هدفي ايه بقى من التحليل اللي انا هعمله ده؟ احنا هدفنا هنا ان احنا نبدأ نكتشف الفرص ونشوف لو في اي تحديات او اي مخاطر محتاجة ان احنا نتدخل. تعالوا بقى نبدأ بأول حاجة وان احنا نبدأ نكتشف الفرص في كل طرف من اطراف الايكو سيستم مابنج. واحنا هنكتشف الفرص والمخاطر هنا بسؤالين، والسؤالين بيبدأوا بهل. هشوف هل في حلقة مفقودة هنا، او هشوف برضو هل في اي تحديات او اي تهديد او اي مخاطر احتمال تيجي من الطرف ده عشان ابدا اعمل حسابي عليها. طيب تعالوا نبدا باول حاجه ونبص على العملاء. احنا عندنا العملاء كاتبين ان احنا شغالين مع افراد بي تو سي، وكاتبين برضو ان احنا شغالين مع اصحاب المكاتب والمحلات التجاريه، وكمان مع شركات التطوير العقاري. طيب احنا عندنا فرصه ان احنا ندخل سوق البي تو جي، لان احنا عندنا السوق بيتقسم لكذا شريحه. ولما نعرف الشرايح بتاعه السوق هنبدا نفهم ان في فرصه ان احنا نتعاون مع حكومات. البي تو جي يعني بزنس تو جفرمنت، او ان احنا نبدا نتعامل مع حكومات، بس مش شرط انك تروح مثلا تشطب بمبنى وزاره، لا انت ممكن تتعامل مع مدرسه، ممكن تتعامل مع شركه حكومه، لان في شركات حكومه صغيره بتتعامل مع شركات قطاع خاص كتير جدا.
طيب وكمان لازم نشوف الطرق اللي إحنا بنقدّم بيها الخدمة للناس، علشان أنا متأكد إن أنت لمّا تشوف الطريقة اللي أنت بتقدّم بيها الخدمة للعميل بتاعك، أنت هتلاقي فرصة هنا. طيب نسأل بقى السؤال التاني، طب هل في تهديد؟ لحد دلوقتي ما فيش أي تهديد من العملا. وندخل بعد كده على الموردين، وهاسأل نفسي هل في أي حلقة مفقودة هنا؟ هاقول لك لحد دلوقتي لأ، ليه؟ لإن إحنا مغطيين تقريبًا كل البنود اللي إحنا بنحتاجها في مجال التشطيبات. طيب هتيجي بعد كده هاسألك هل في تهديد؟ هاقول لك آه في تهديد، إيه هو بقى؟ هاقول لك التهديد إن إحنا معتمدين على مورد واحد بس لكل البضاعة اللي إحنا بنجيبها، ولو دورنا ورا الجزء ده هنلاقي فيه شغل كتير جدًا، 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 زي مثلًا إنك تبدأ تشوف بدايل لكل مورد من دول، ويبقى عندك أكتر من مصدر. ولمّا نيجي نعمل الشراكات هاقول لك على كذا حاجة ممكن نعملها، نبدأ منها كمان إن إحنا نخفّض التكاليف بتاعة المواد اللي إحنا بنجيبها. وتالت حاجة معانا هي الشركاء، هاسأل هل في حلقة مفقودة هنا؟ هاقول لك لحد دلوقتي لأ. لكن هل في تهديد؟ هاقول لك في تهديد، أولهم في الجودة، وتاني حاجة في المواعيد. فالحل هنا إن أنت يا إما تشغّل معاك صنايعية بشكل مباشر، أو تبدأ تعمل مقاولين احتياطي لكل مجال، وتبدأ تعدّد مصادر المقاولين بتاعتك، بحيث إن مثلًا بند زي الكهربا يكون عندك 3 أو 4 صنايعية أو موردين للبند ده. وندخل بعد كده على رابع طرف معانا وهو التسويق. التسويق إحنا هنا بنعتمد على السوشيال ميديا والعلاقات الشخصية. هابدأ أسأل نفسي إيه اللي ناقص هنا؟ هاقول لك إن في جزء كبير جدًا من العُملا بيدوّروا على شركات التشطيب على جوجل. فأنت الحل هنا إنك تبدأ تعمل ويب سايت وتبدأ تشغّل عليه إعلانات جوجل Ads، وكمان تبدأ تعمل بروفايل على جوجل ماب وتبدأ تهتم بيه. وكمان تبدأ تشتغل على الSEO أو اللي هو الsearch engine optimization، إن أنت تبدأ تحسّن محركات البحث للويب سايت بتاعك، علشان تبدأ تظهر في أول نتايج البحث من غير ما تدفع فلوس إعلانات طول عمرك. وكمان ممكن تبدأ تشتغل مع بلوجرز أو مؤثرين على السوشيال ميديا ليهم علاقة بالمجال بتاعك. وكمان ممكن تعمل فيديوهات before وafter، يعني تبدأ تعرض الشقة قبل ما تتشطّب وبعد ما تتشطّب، عشان الفيديوهات ديّة بتخلّيك تكسب ثقة العميل. وندخل على خامس طرف معانا وهي الجهات الحكومية أو التنظيمية. هنا ما فيش فرص نسبيًا، بس في تهديد لو أنت مش متابع أو مش ماشي قانوني معاهم، بيبقى التهديد إن هم ممكن يقفلوا المشروع بتاعك خالص. وبعد كده سادس طرف معانا هم المنافسين المباشرين. المنافسين المباشرين هو هنا لحد دلوقتي ما فيش فرص، بس ممكن يكون في فرص قدّام. بس هل في تهديد؟ هاقول لك في تهديد، إن أنت لو مش عامل لنفسك ميزة تنافسية قوية، أنت هتتسحب من السوق. وحاول على قد ما تقدر بدل ما تحارب بالسعر، ابدأ اشتغل على القيمة المضافة اللي أنت بتقدمها. ممكن تعمل له مثلًا تصميم 3D ببلاش، تبدأ تعمل له متابعة يومية، تبدأ تدّي له ضمان على التشطيب. يعني اعمل أي حاجة بس حاول ما تلعبش في السعر. وآخر حاجة معانا هي المنافسين الغير مباشرين. هنا في فرص لشراكات كتير هناخدها كمان شوية، وفي برضه تهديد ضعيف بس مش أوي، يعني خلّيك متابع معاهم من بعيد مش أكتر. طيب إحنا كده لحد دلوقتي إحنا حلّلنا الEcosystem اللي إحنا عملناه، وكل ده إحنا كنا بس بنمهِّد للشغل اللي بجد. تعالوا بقى نكتشف الفرص اللي هنطلع بيها من التحليل ده، أو اللي بتحصل عن طريق الشراكات، ونتأكد إن الشراكة دي فعلًا مفيدة وهتنفعنا، والأهم إن هي يكون فيها منفعة متبادلة بيننا وبين الطرف التاني. وفي على فكرة أنواع كتير من الشراكات. أنت ممكن مثلًا تعمل شراكة هدفها إن أنت تخفّض التكاليف، وتعمل واحدة تانية بهدف إنك تبدِّل عُملا، وتعمل واحدة تالتة بهدف إنك تسوّق أو تعمل co-marketing أو تسويق مشترك. تعالوا بقى نبدأ بأول حاجة ونشوف الفرص اللي إحنا ممكن نطلع بيها من التحليل. فاكرين لمّا قُلت لكم إن إحنا لازم نشوف الطريقة اللي إحنا بنقدّم بيها الخدمات للعميل، لإن أكيد هيطلع منها فرصة كويسة؟ أنا لمّا بصّيت على الطريقة اللي إحنا بنقدّم بيها الخدمة للعميل، لمّا بصّيت على العُملا الأفراد العاديين اللي هم الشباب، لقينا إن ما فيش أي مشكلة، بس لقينا مشكلة في الجزء بتاع المغتربين. المشكلة هنا إن في أزمة ثقة، لإن الشخص ما بيكونش موجود في الموقع أو ما بيكونش موجود في المكان اللي أنت هتشطّبه، فبالتالي هو مش شايف أي حاجة بتحصل من اللي حواليه. أنت ممكن تقول له أنا عملت لك كذا، هيقول لك تمام ماشي ما فيش مشكلة خلاص، هو ما فيش بإيده حاجة. ممكن تصورها له صورة بالموبايل، بس الصورة ممكن يكون برضه ما فيهاش مصداقية أوي. إن أنت تبعت له صورة على الواتس، الطريقة اللي أنت بتبعت له بيها التأكيد أو المصداقية، العميل ممكن يشك فيها شوية. فتعالوا بقى ناخد الفرصة اللي في شريحة المغتربين ونشوف إحنا هنحل المشكلة دي إزاي. والمشكلة ديّة إحنا ممكن نخلق منها ميزة تنافسية تبدأ تميزنا عن بقية السوق. إحنا ممكن مثلًا إن إحنا نعمل أبلكيشن موبايل العميل ينزّله عنده، وإحنا نرفع عليه كل مراحل الشغل اللي بتتم بالصور. يعني إحنا مثلًا شغالين في بند السباكة، بدأنا تأسيس، العميل يتصور له صور وفيديوهات في البند ده، قبل التنفيذ وبعد التنفيذ. وكمان هنضيف المواد المستخدمة وأسعارها، وكمان نضيف عليه تصميم ال3D، بحيث إن العميل يبقى شايف كل خطوة بتتم قدّامه، وبرضه في نفس الوقت شايف الصورة النهائية اللي هو هيوصل لها. طيب إحنا كده قُلنا الفكرة، تعالوا بقى ننظّمها. أول حاجة إحنا بنحط الهدف. الهدف هنا إننا نبدأ نخاطب شريحة المغتربين اللي عايزين يشطّبوا شققهم وهُم برّه مصر، بس بشكل احترافي عشان نبدأ نكسب الثقة بتاعتهم، وده عن طريق الapplication بتاع الموبايل اللي إحنا قُلنا عليه. طيب وبعد كده أبدأ أحُط نفسي في
زاوية العميل. أنا على فكرة باعمل الكلام ده كله قبل ما أبدأ أنفذ أي حاجة. أنا دلوقتي كعميل مغترب أنا محتاج إيه؟ عايز ثقة، عايز وضوح، وعايز سرعة. فإحنا هنا لازم نعمل الإعلان بتاعنا أو إن إحنا نبدأ نسوق له عن طريق إن إحنا نبدأ نطمنه ونحاول نعيشه التجربة اللي هو هيمر بيها بس قبل ما يمر بيها. الماركتنج تشانلز بقى إحنا ممكن نعمل سبونسر اد مثلا يجيب المصريين اللي بره. عندنا كمان ممكن نبدأ نعمل ريلز أو فيديوهات تبدأ توضح الخدمة أو الميزة اللي إحنا بنقدمها. عندنا مثلا نبدأ نحط له لينكات، يعني في حاجات كتير ممكن تتعمل. عندنا مثلا نص الإعلان المقترح لو مغترب ومش عارف إيه والكلام ده كله، نبدأ نعمل له كوبي أو نص أو إعلان يبدأ يشد ويبدأ يعيش التجربة اللي إحنا بنقول عليها. طيب إيه الشراكات المطلوبة؟ إحنا هنا ما بنتكلمش على كل الشراكات اللي محتاجينها عشان ننفذ الشغل. إحنا هنا بنتكلم عن الشراكات اللي محتاجينها علشان بس نبدأ إن إحنا نعمل الحاجة اللي إحنا بنقول عليها. إحنا مثلا ممكن نقدم له خدمة إضافية زي مثلا إن إحنا نعمل له شحن داخلي لو هو قاعد في شقة أو هو العفش بتاعه في شقة وعايز ينقل للشقة الجديدة قبل ما ينزل. إحنا ممكن نبدأ نقدم له الخدمة دي وناخد الحاجة من الشقة القديمة نوديها له في الشقة الجديدة. وكمان هنحتاج نعمل شراكة مع أي مثلا شركة سوفت وير علشان تبدأ تعمل لنا الابليكيشن بتاع الموبايل. وكمان بقى نرسم العرض ده مثلا على الويب سايت بتاعنا أو على أي لاندنج بيج يكون فيه الأسعار والباكج وأكتر أسئلة الناس بتسألها وصور من شغلنا اللي قبل كده. كل الحاجات دي بتفرق مع العميل. تعالوا بقى ناخد مثال لشراكة ممكن تجيب لنا أو تدخل لنا شريحة جديدة من العملاء، زي مثلا شراكة مع شركات تمويل استهلاكي أو بنوك. احنا هنا الهدف منها إن احنا نبدأ ندخل شريحة جديدة من العملاء. طيب ايه المنفعة اللي هتعود عليا والمنفعة اللي هتعود على الطرف التاني؟ أنا هبدأ أكسب شريحة جديدة من العملاء، لكن البنك أو شركة التمويل بتبدأ برضه هي كمان تكسب عميل جديد، أو لو هو عميل عندها بتبدأ تكسب من المعاملات اللي هو بيعملها. طيب تعالوا نعمل كمان شراكة يكون فيها منفعة متبادلة بين الشركة بتاعتنا وبين الطرف التاني. احنا كشركة تشطيبات احنا ممكن نروح لأي سمسار عقارات أو شركة تسويق عقاري ونقول لهم ايه رأيك لو نعمل شراكة مع بعض. الشراكة دي يكون مضمونها لو أي حد جالك محتاج إن هو يشطب شقة أنت تبعتهولي، وأنا أي حد عاوز يشتري أو يبيع شقة أنا هبعتهولك. الشراكة دي بيكون هدفها تبادل عملاء، إن أنا لو جالي عميل أبعتهولك وأنت لو جالك عميل تبعتهولي، وتبقى كده المنفعة متبادلة بيننا، أنت كسبت وأنا كسبت. وممكن كمان نعمل شراكة بهدف تسويق مشترك، وكمان ممكن تكون بهدف تبادل عملاء. احنا مثلا ممكن نعمل شراكة مع اي شركة تصميم ديكور. في شركات بتكون متخصصة في تصميمات ال 3 دي بس، يعني هي ما بتنفذش الشغل للعميل، هي بس كل اللي بتعمله ان هي بتصمم. طيب احنا ممكن نبدأ نعمل شراكة مع الناس دي، ان شركة تصميم تبدأ تاخد اي عميل محتاج تصميم من عندنا وهي تبدأ ترشحنا ان احنا ننفذ الشغل اللي هم بيصمموه للعملاء بتاعتهم. وكمان ممكن نعمل الشراكة دي بهدف تسويق مشترك، يعني احنا الاتنين بنكمل بعض. يعني ممكن نبدأ نعمل حملات إعلانية مع بعض، الحملات ديت تكون شاملة احنا الاتنين. يعني مثلا ممكن نعمل اعلانات بالبورد في الشوارع، او الاعلانات اللي هي اليافطة اللي بتتعلق في الشارع، والاعلان الواحد يكون شامل الشركة بتاعتنا والشركة بتاعتهم. الحركة دي هتوفر علينا تكاليف الاعلانات الغالية، وكمان ممكن تخلينا ان احنا نبدأ نعمل اعلانات اكتر لان التكلفة هتكون قلت علينا النص تقريبا. كمان ممكن نعمل شراكة بهدف خفض التكاليف. يعني ايه بقى؟ يعني ان انا ممكن اروح لاي شركة تشطيبات او ديكورات شغالة معايا في نفس المجال، بس اقول لهم تعالى يا باشا انا وانت نروح نشتري المواد الخام بتاعتنا من خلال اي مورد سواء انا بتعامل معاه او انت بتتعامل معاه. لما نشتري كمية اكبر احنا هنحصل على خصم اضافي اكتر، او احنا هنشتريها بسعر اقل، فده هيساعدنا ان احنا نخفض تكاليف المواد الخام اللي احنا بنجيبها. وبرضه شراكة التسويق احنا ممكن نعملها مع شركة اساس منزلي، ان احنا نبدأ نتبادل شرائح العملاء بتاعتنا عن طريق الاعلانات اللي احنا هنعملها مع بعض. طيب احنا كده عملنا الايكو سيستم وحللناه وطلعنا الفرص اللي فيه. عشان نتمكن من الجزء ده اكتر تعالوا نلعب لعبة ونفترض ان احنا معانا شركة ديجيتال ماركتنج وكمان معانا حد بيدي كورسات اونلاين، ونبدأ نطلع كل الشراكات المحتملة اللي احنا ممكن نعملها في المجالين دول، ونبدأ نكتب الهدف من الشراكة والمنفعة لشركة التسويق والمنفعة للطرف الآخر، أو الهدف من الشراكة والمنفعة للإنستراكتور أو المحاضر اللي بيدي الكورس أونلاين والمنفعة برضه للطرف الآخر. وهناخد كل مثال فيهم بشكل مختلف. تعالوا بقى نبدأ بشركة التسويق. عندنا جدول فيه أول حاجة الطرف المحتمل للشراكة والهدف من الشراكة والمنفعة لشركة التسويق والمنفعة للطرف الآخر. إحنا عندنا أول طرف محتمل إن إحنا نعمل معاه شراكة هي شركة تصميم مواقع. هيبقى الهدف من الشراكة إيه؟ إن شركة التسويق بتاعتنا تقدم خدمات متكاملة. إيه اللي هيحصل هنا؟ أي حد هيجي لك محتاج ويب سايت أنت هتقول له مثلا أنا برشح لك شركة تصميم المواقع الفلانية، شغلهم كويس ولو رحت عن طريقنا الناس دي هتديك مثلا خصم 5%. ونفس القصة لو عندك شركة
تصميم المواقع جالها أي عميل بيعمل عندها ويب سايت، هتبدأ ترشح شركة التسويق بتاعتك للعميل اللي بيعمل عندها الويب سايت. طيب وتاني حاجة إن إحنا ممكن نعمل شراكة مع شركات تمويل استهلاكي أو بنوك. إزاي بقى؟ إحنا الهدف هنا إن إحنا الأول نبدأ نكسب شريحة جديدة من العملاء. المنفعة لشركة التسويق إيه؟ إن إحنا نبدأ نجيب عملاء ونعمل لهم شغل بالقسط. ممكن عميل يجي لك مثلا يقول لك يا باشا أنا عايز أعمل كامبين قيمتها 100,000 جنيه، بس هو معهوش ال 100,000 جنيه كاش. فأنت مثلا توديه على شركة زي فاليو، فاليو تبدأ تعمل له أكونت عندها، وأنت تاخد الفلوس بتاعتك كاش وتبقى كسبت عميل، والطرف التاني في نفس الوقت استفاد إن هو جاله عميل. ونفس اللي عملناه مع شركة تصميم المواقع هنعمله مع المطبعة. إن الهدف من الشراكة هنا إن إحنا نبدأ نقدم خدمات أو يكون عندنا ترشيح للعميل إن هو يشتغل مع المطبعة الفلانية، والعميل هيستفاد بنسبة الخصم اللي إحنا هنديها له، وفي نفس الوقت شركة التسويق هتكون استفادت إن هي قدمت عندها كمان خدمات الأوفلاين، أو بتدي للعميل ميزة إن هي بتعرف تجيب له خصم من المطابع. يعني كل دي مميزات إحنا ممكن نقدمها. ونفس القصة المطبعة لما يجي لها أي حد يطبع مثلا كروت برشور أي حاجة، تبدأ توجهه إن هو يتعامل معانا أو تبدأ ترشح الشركة بتاعتنا ليه. وعلى فكرة عايز أقول لكم حاجة، أنت ممكن تعمل الشراكات دي بأشكال كتير، وتشوف أكتر شكل يحقق لك منفعة ليك وللطرف التاني. يعني مثلا أنت ممكن بدل ما تقول للعميل روح اشتغل مع الشركة الفلانية، أنت ممكن أنت تبعت حد من عندك يعمل له الشغل اللي هو محتاجه، وتشتغل مع المطبعة دي بي تو بي. فهي ملهاش فريم معين أنت ممكن تعمله. أنت شوف أكتر حاجة هتحقق لك أنت منفعة، وتحقق للطرف التاني منفعة في نفس الوقت عشان يقبل يعمل الشراكة معاك، وبرضه تحقق للعميل اللي جاي لك منفعة عشان يبدأ يتعامل معاك. وممكن برضه تعمل شراكة مع أي حد من مصممين الموشن جرافيك. طيب أنا بعمل كده ليه؟ ما أنا ممكن أشغله عندي. هقول لك لو أنت شركة بيجي لها كل شهرين ثلاثة فيديو واحد بس موشن جرافيك، هتجيب واحد تدفع له مرتب قد كده علشان فيديو أو اتنين حتى في الشهر؟ هتكون تقريبا مش مرضية بالنسبة لك. فأنت ممكن تضيف الخدمة دي عندك. ونفس القصة أي حد محتاج خدمات موشن جرافيك ممكن تبدأ ترشحه للشخص ده، أو تتعامل معاه أنت بشكل مباشر وتبدأ تاخد منه الفيديو تديه للعميل وتحاسبه أنت مع نفسك. وهو على الناحية التانية برضه لو جاله أي عميل محتاج خدمات ديجيتال ماركتينج، هيعمل معاك حاجة من الاتنين: يا إما هو هيتصدر للعميل ويتعامل معاك هو، أو إن هو هيبدأ يرشح الشركة بتاعتك للعميل اللي معاه. طيب وبعد كده معانا شركات الايفنتات برضو، انت ممكن تبدأ تسوق الفعاليات بتاعتهم وتعمل لهم اعلانات في المقابل، او المنفعة بتاعتك انك هتاخد عقود تسويق طويلة، والمنفعة بتاعته هو ان هو ياخد دعم ديجيتال للحملات بتاعته. وممكن تعملها بشكل تاني خالص، او تعمل شراكة فيها منفعة متبادلة. اي عميل يا باشا يجي لك محتاج ان هو يعمل ايفنت، بتبدأ توديه للشركة دي، والشركة دي اي عميل محتاج ان هو يعمل شغل ديجيتال ماركتنج بيبدأ يرشحك ليه. ونفس اللي عملناه مع شركات التصميم والمطبعة وكل اللي فاتوا هنعملهم مع الباقيين. انت ممكن تبدأ توقف الفيديو وتقراهم وتفكر فيهم براحتك، وبرضه ممكن تبدأ انك تعمل 5 او 10 شراكات كمان لشركة تسويق بقى، لمطبعة، لأي حاجة ممكن تيجي ببالك. حاول تعمل الموضوع ده واعمله كتير، لأنه هيفتح حاجات كتير جدا في دماغك. وارسم الايكو سيستم كامل بتاع شركتك وحط كل الأطراف، وابدأ اقعد فكر في ايه اللي انت ممكن تعمله. تعالوا بقى ناخد المثال اللي بعده، وهو لو حد مثلا بيدي كورسات اونلاين. احنا عندنا الشراكات اللي ممكن نعملها، ممكن نعملها مع مدربين كورسات تانيين بس في مجال غير المجال. يعني انا لو انا بدي كورسات ماركتنج، يبقى اعمل شراكه مع حد بيدي كورسات بزنس ديفلوبمنت، والعكس صحيح. لو انا بدي كورسات مثلا بزنس ديفلوبمنت، اعمل شراكه مع حد بيدي كورسات اداره مشاريع. ايه بقى نوع الخدمه او البيزنس اللي احنا بنقدمه؟ ان احنا كده هنبقى احنا الاتنين مع بعض بنقدم كورس بيفيد مثلا او بيخليك تتعلم التسويق والبيزنس. طيب هنا احنا بنبص، خدوا بالكم من نظره مختلفه خالص عن الشركه اللي فاتت. انا هنا حاطط عناصر مختلفه لازم تركزوا فيها. احنا عندنا هنا ايه سبب التوافق او ليه الشراكه دي منطقيه؟ لان احنا الاتنين عندنا نفس الجمهور، سواء ناس عايزه تبدا بيزنس خاص بيها، او سواء ناس بتتعلم مثلا مجال التسويق عشان عايزه تشتغل بيه، او ناس بتتعلم البيزنس ديفلوبمنت عشان عاوزه تشتغل بيه. يعني ايا كان. طب ايه شكل الشراكه المقترحه؟ ان احنا نبدا نعمل تبادل وتوصيه. يعني انا واحد دلوقتي بيعمل كورسات بيزنس ديفلوبمنت، الشخص بعد ما خلص الكورس بتاع البيزنس ديفلوبمنت قال لي بقول لك ايه، انا عايز اخد كورس تسويق، ترشح لي مين؟ هقول لك والله انا رشحت لك سين من الناس اللي غالبا انا في الاساس عامل معاه اصلا شراكه. طيب بس خدوا بالكم من النقطه دي لسبب واحد بس: ان انت هنا لو عامل شراكه مع شخص مش كويس او شخص مش متمكن في المجال اللي هو بيديه، هيوقع سمعتك مع انت كمان. فانت لازم تاخد بالك من النقطه دي. ونفس القصه لو هو مثلا حد كان معاه بياخد كورس تسويق وقال له انا عايز ابدا ادرس بزنس ديفلوبمنت، هيبدا يرشحنا انا ليه. نفس القصه بقى ممكن تعملها مع حد بيدي ديجيتال ماركتنج لو انت بتدي حاجه غيره، مثلا حد بيدرب سيلز، حد بيدرب خدمة عملاء. وكمان ممكن تعمل نفس قصة تسهيل الدفع اللي انا قلت عليها قبل كده، سواء عن طريق فاليو او اي شركة او اي بنك.
وكمان ممكن تعمل شراكة مع أي منصة استشارات أونلاين أو أي منتور أو أي كوتش، ده حد بيقدم استشارات سواء لشركات أو لأفراد. إحنا هنا سبب التوافق بتاعنا إيه؟ إن الجمهور برضو مشترك، إن غالبا جمهور الكورسات بيحتاج استشارات أو جمهور الاستشارات بيحتاج كورسات. يعني مثلا لو حد بيدي بيزنس كوتش أو حد استشاري في البيزنس راح لشركة معينة وقال لهم بقول لكم إيه، أنتوا عندكم مشكلة في البيزنس ديفلوبمنت ولازم الموظف اللي عندكم يبدأ ياخد كورس، فيبدأ يرشحه مثلا أو يبدأ يرشحني ليه. وهكذا ممكن يقول له يا باشا والله انت محتاج ان تيم التسويق اللي عندك يبدا ياخد كورس معين، برضه يبدا يرشح له حد، وهكذا. طيب شكل الشراكه ايه؟ زي ما قلنا ان هي متبادله. انا لو جالي حد محتاج استشاره معينه في حاجه معينه هقول له والله الكوتش ده احسن حد يفيدك، وهو نفس القصه لو جاله عميل او جاله حد محتاج كورس معين يبدا يرشحني ليه. وممكن تعمل شراكة مع مواقع أو شركات التوظيف. طب نوع الخدمة اللي هم بيقدموها إيه؟ هم بيقدموا خدمة إن هم يوفروا فرص عمل للناس. طيب ليه الشراكة دي منطقية؟ لأن الناس بتتعلم عشان تشتغل. طيب شكل الشراكة المقترحة إيه؟ والله الشركات ديت سواء هي شركات موجودة على أرض الواقع أو ويب سايت مثلا زي وظف أو فرصنا، يبدأ يحط لك إعلان أو يبدأ يحط لك أي لينك إن أي حد يا جماعة محتاج كورس في البيزنس ديفلوبمنت والله روحوا لفلان الفلاني، إيه أي حد محتاج كورس تسويق روح لفلان الفلاني، وهكذا. هم هيستفادوا ايه؟ هيستفادوا ان انت تبدا تعمل لهم خصومات او تبدا تديهم كاش باك. يعني ممكن هو مثلا يستفاد ان هو يكون بيجيب خصم للعميل بتاعه، او هيستفاد ان انت تديله كاش باك او تديله عمولة على كل عميل هيجيبه لك. او ممكن تعمل شراكة بشكل مختلف ان هو هيرشحك وانت في نفس الوقت بعد خلاص ما تخلص الكورس بتاعك هتقول للناس والله يا جماعة خشوا اعملوا بروفايلات مثلا على وظف او فرصنا او اي شركة ايا كانت هي ايه، وقدموا على فرص التوظيف او قدموا على الشغل من خلال المنصات دي. وممكن كمان تعمل شراكه مع مثلا اكسلريتور او الانكيوبيتور، يعني مع حاضنات الاعمال او مسرعات الاعمال. الناس دي انت ممكن تعمل شراكه عن طريق ان اي حد هيخرج من الكورس بتاعك ويجي مثلا محتاج ان هو يفتح مشروع او يفتح ستارت اب، انت هتبدا توجهه تقول له والله روح مثلا للفي سي الفلاني، او روح مثلا لفلات 6 لاب، او روح لاي حد ايا كان هو مين. وفي نفس الوقت ان الشركات ديت لما يجي لها اي حد محتاج ان هو يطور نفسه في الجزئيه بتاعتك يبداوا يرشحوك ليه. طيب في عندنا بقى سؤال مهم. انا بعد ما عملت الايكو سيستم مابنج وطلعت الفرص اللي في السوق وطلعت الشراكات اللي انا ممكن اعملها، انا ازاي بقى هعمل الشراكات دي؟ وايه اصلا انواع الشراكات؟ وايه السيناريوهات اللي انا ممكن اعملها في كل شراكه من دول؟ وازاي اصلا اوصل للستيك هولدر او الشخص المسؤول اللي انا هعمل معاه الشراكه دي؟ كل ده احنا هنعرفه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. وكده خلصنا السيشن بتاعتنا او الفيديو بتاعنا، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.